بسم الله الرحمن الرحيم. يا الله. شلون زينة؟ خير الله يسلمك ابوي. حبتك العافية. حبتك العافية ابوي. يما؟ ها ايش فيش تاخرتي؟ طلعتك من الصبح قعدنا نحاتيج؟ ايش اسوي يا يما؟ انت شفتيني طالعة مع اخوك راشد؟ اي مو بذي اللي خلانا نحاتي ازين، انت مو متعودة تطلعين مع راشد. اذاني طلعت معاه والسلام. الله يستر. ايش فيك يما؟ ايش صاير؟ اخ يا يما تعبانة رويلاتي، راسي يوجعني من النقل العام. ما عليك شر ان شاء الله، الحين بروح اجيب لك مي. هي الله يخليك امي الله يخليك. يا ابوي. همزت؟ يمي بسم الله عليك ابوي الله يحفظك. يلا تقبل الله يبا. الله يتقبل منا ومنك صالح الاعمال يا بنتي. يبا بغيت اكلمك في موضوع. خير يا بنتي؟ الدكتور فؤاد يبغيك البيت ويتعرف عليك. حيا الله خليه يتفضل. وبعد يبغي يكلمك في موضوع. خليه. انا ودي اشوفه عقب ما قلتي لي عنه انه رجال طيب واتعرف عليه. الصراحة يبا الدكتور فؤاد يبي يتقدم ويخطبني منك. يخطبك مني انا؟ شوفوا ما يدري ان ولد عمتي بتحكي عليك. انت ما قلتي لنا انك مخطوبة. ليش ما قلتي له؟ ليش ما فهمتيه؟ اي بس يبا انا مو مخطوبة. مو مخطوبة؟ وولد عمتك اللي قاعد ينطرك من سنين عيزنا واحنا نقنع فيه عشان نتزوج وهو يقول لا ما بقي الا بنت خالي دلال. شو نقول له الحين؟ اي بس يبا الكلام هذه مرت عليه سنين طويلة. يعني عتج ذاب. لا يبا بس السنين تغير اشياء وايد. لا يا بنتي احمد هو احمد. احمد اللي انطراج تحقن وجهه من الدم. احمد اللي ما غرته ولا نسوان الدنيا كلها. كان ينتظرك كان يبي يتزوجك والحين بتروحين تزوجين واحد ثاني غيره. يبا احمد متفهم كل شيء وهو يدري ان زواجنا صار مستحيل. ليش مستحيل؟ ليش يصير زواجك من احمد مستحيل؟ ليش؟ يعني علشان ولد عمتي يتزوجه؟ لا تزوجينه لانه يحبك وصبر هالسنين الطويله كلها وريال ما عليه عيب. والله يبا ما ادري من ننطر الثاني انا ولا هو انطرك سنين وانت تراكضين ورا الشهادات من ديره لديره. من فضلك يبا انا مستعده احترم رغبتك في كل شيء الا الزواج. وانا بعد ما ابغي عبد دكتورك ولا ابي اشوف رقعه وجهي. سامع التأخير. لا عادي. لو سمحت ما في داعي خليل لو سمحت بس ابغى اعرف الموضوع. ايه انا تصرفت من غير ما اشاورك لان بصراحه عمتي كسرت في حاجه عاوز. طلقت امينه؟ لا الموضوع مو موضوع امينه. على الموضوع من؟ عمتي. امي؟ اليوم جت البنك وطلبت قرض. امي تطلب قرض؟ اي بس عاد مو بلها حق اخوك راشد. اليوم هو يابها البنك وتمم كل الاجراءات المطلوبه. انت السبب. يا
لا أنا سبب. خليل اسمح لي قول لي، انتوا شلون تقرضون واحدة راعية بيت ما عندها دخل محدود؟ شلون بتسدد لكم؟ شلون تقبلون؟ يبا أصلا البنك ما يقبل يسلفها. عيل من اللي سلفها؟ أنا. والله انها صبرت هالمسكينة، صبرت والله عوضها خير. وابوها المسكين مو بشايلتها الدنيا شوية وتخر الدمع من عيونه. ايش فيك انتي؟ ايش فيك حشرتينا؟ صوتك يلعلع من اخر الشارع. فرحانة حق دلال بنت اخوك، اليوم بيون يخطبونها. من بيخطبها؟ الدكتور فؤاد اللي يشتغل معاها. بيي هو اليوم، هو وابوه وامه وخوته. ودلال موافقة؟ وشلون ما توافق وهي اللي جايبتها بنفسها. سعيد ومبارك على عمرها. انت الحين ايش تبي منه؟ ابغيش يا عيوني اتين انتي وبناتك اتيون البيت عندك تساعدوني وتتعرفون على اهل المعرس، وانتو عيني بعد اهلها وخالهم يعرفون ان عزوة دلال مو بسهلة. ان شاء الله ان شاء الله كلنا بنيلك، الله يبارك لها. من رخصتكم. صحيح الكلام اللي يقوله خليل يمه، انتوا رحتوا البنك وخذتوا قرض ب10,000 دينار ورهنتوا البيت. خليل استلم وثيقة البيت. رهن لين نرجع للبيزات. من وين بتدفعون البيزات؟ من وين بتجيبون 10,000 دينار يمه؟ الرازق الله. انا ما اقدر اشوف ولادي ينقط في السجن وعيوني تشوفه واسكت. خليه ينسجن يمه، خليه يروح في 60,000 داهية ولا نرهن بيت. هذا الاخو الحنون، الاخو الحنون على اخواني يقول كذي؟ ما علي يا احمد، بكر الله بيعطيك عيال وبتعرف غلاوات الظن. الله يسامحك. انت ما تدرين بشيء، ما تدرين بشيء. رشود يستغل طيبتك عشان يوصل حق اللي هو يبيه. راشد يقص عليك يمه. انت ما شفت شلون خايف من الحبس؟ ما شفت شلون يبكي؟ خليه ينحبس يمه، خليه ينقط في النار علشان يتأدب. يا ليت مبلغين عنه من قبل، كان ما سكننا في بيت مرهون. بس كل خوفكم على البيت رخصتوا باخوكم علشان البيت. انت مو رهنتي البيت وبس يا يمه، انت رهنتينا كلنا، خليتينا مديونين كلنا. انا لازم ابلغ الشرطة. تبلغ الشرطة؟ اي نعم، لازم ابلغ الشرطة واخليهم يطلعونه من تحت الارض قبل لا يلعب بالفلوس. تبلغ الشرطة على اخوك يا احمد؟ يما انت ما تعرفين شيء، ما تدرين راشد ليش يبي البيزات، انت ما تدرين بشيء. اخوك متورط في الديون، اللي يبي ذبحه واللي يبي دخل السجن، اخذهم علشان يسدد الديون ويفتك من الاذية. يقص عليك يما، يقص عليك. بس يا احمد خلاص، الصراخ الحين ما منه فايدة. لا خليه صارخ وخليه يحط حرته في اخوه. حرتي؟ يما انا ما فيني حر على احد. حرة حبيبتك اللي بياخذونها عنك حطها في اخوك. امين الصاير، نور الصاير، ما تفهمونيش اللي قاعد يصير. خلاص انا بعرف كل شيء بنفسي. وين خالي؟ خالك كاهم. خير يا احمد؟ تمنيت انك تقول لي بنفسك يا خالي. قولوا لي ايش صاير، فهموني. ويه انا اليوم رحت قلت حق حصه بناتها يجون باكر يساعدوني. يساعدونك في شنو؟ يساعدوني لان يوم اهل الدختر فؤاد يخطبون دلال. ومن قالت ان اهل الدختر باكر بيوني؟ انا سمعتك بدون وانت تتكلم مع دلال. اعوذ بالله منك، وانت هل انت كل راس قاعد يرد في البيبان؟ كبر انا قايل لك تفتح عنك العاده. كبر قايل لك.
احمد ما عليك من حكي النسوان، اخذ الكلام مني انا وبس. رخصتك يا خالي. ابوي أحمد لا تمساكت كذي، تكلم، فضفض لي عن أختك. إيش صاير؟ إيش فيك؟ إيش بتسوي مع دلال؟ أرجوك أمينة، أرجوك. شلون نقدر نطلع من المشكلة اللي قطنا فيها راشد؟ أنا لقيت جزء من الحل. قولي. تروح باكر حق المحامي وتطلب منه يلغي الدعوة اللي رفعناها ضد خليل. ألغي الدعوة والديون المتراكمة عليك وحقوقك. لا 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 يا أمينة، لا. أنت ما لك ذنب في كل اللي صار، ما لك ذنب. ولا انت ولكم ذنب. لولا أنا ما صار كل ذي، ولا خليل قدم هالخدمة حق أخوي راشد وخذ ورقة البيت. خليل سوى ذي كله علشان يوصل لي، علشان يذلني. أرجوك يا أحمد وقف الدعوة، بيتنا أهم من كل شيء. كله من رشود الكلب. شفتي؟ ما قلت لك انهم بيسحبون القضيه من المحكمه؟ وهذا هم سحبوها، لا وبسرعه بعد. وانا عارف من وراء هالموضوع. راشد؟ خسي. اي والله راشد. راشد خذ الفلوس وطار على بانكوك. اللي وراء الموضوع أمينة ذكية، تعرف شلون ممكن أنا أتصرف. انت ليش كذي؟ ليش كل ما سويت شيء ضد مرتك تصير مثل الواحد المنتصر في حرب؟ هي ايش سوت فيك المسكينة؟ ارتكبت دم يوم خذتك. أنا ما أحب الهزيمة. هذه مو بعدوتك، هذه زوجتك وام عيالك. أقول لك أنا ما أحب أحد يهزمني. انت غريب. بعدك ما شفتي شيء. صبري علي شوي وبراوي شو أسوي فيهم. هم الحين طاحوا في يدي. الو، شلونك أمينة؟ تسأل عني إذا كنت للحين حي عقب اللي سويته؟ لا لا لا، عارف انك قوية، ما في شيء يهزك. فلوسك بتوصلك ولا في شيء غير. شلون عيالي؟ عيالك بخير. بصراحة البيت خالي بدونهم، وانا وايد مشتاق لهم. ايش قصدك؟ ابيهم يجون يقعدون عندي هني كم يوم. ابي عيالي يجون عندي اليوم العصر، سامع؟ ايش سويت فينا يا راشد؟ الله يسامحك.
متأسف، ما بقدر أنشر الأخبار. ليش؟ مدير التحرير معترض عليك؟ لا أبد، ما حد معترض، بس هذه أخبار ما تهم الناس. أخبار المجتمع تهم الناس كلهم، وهذه أهم من أخباركم اللي تنشرونه بالجريدة. طيب إذا تشوف إن هي أخبار مهمة دور لك على واحد غير ينشر لك الأخبار. تعال أنت ليه ماخذ على خاطرك مني؟ أنا بالك نسيت موضوعك. لا، أنت ولد فريجي وأحب أخدم عيال الفريج باللي أقدر عليه. انسى الموضوع. أنا مالي رغبة أرجع مدير تحرير. وعلى فكرة يمكن أترك الصحافة مرة واحدة. وين اليهال؟ بيت أبوهم. بيت أبوهم؟ توهم كانوا عنده قبل يومين وبغى يسفرهم، تردين الله يهداك بنفسك تودينهم له مرة ثانية؟ ايش تبيني أسوي؟ الحين خليل بيظل مغروز في خاصرتنا مثل السكين، لما نرجع له فلوسه ونسترجع ورقات البيت. زين واليهال شي خصهم؟ اليهال ذنبهم انهم عيالي، عيال خليل. بدل ما تذكرينه بالخير وتقولين عنه كلمة طيبة لأنه ساعد أخوك وفك ضيجة، تقولين عنه كذي؟ خليل ساعدك لأنه يبغينا نظل تحت رحمته طول عمرنا. أول البيت والحين اليهال، وبعد بيتمادى أكثر وأكثر، ولا بيرتاح ولا بيهدى له بال إلا لما يشوفنا كلنا راكعين تحت ريوله ونترجاه. هذه ما بيحصل له. عيل لازم ترجع له فلوسه وبأسرع وقت ممكن. زين أنا أقدر أشتغل في أي مكان وأساعدكم. لا، أنت ما بتشتغلين، أنت تكملين دراستك وبس، وما بيك تدخلين روحك في سوالف الكبار. اهتمي بدراستك، دراستك أهم من كل شيء. انتوا ليش الحين شاطين عمركم؟ راشد وبرجع له بيت زوجته، صبروا عليه. يماي راشد أنت ما تدرين بشيء، راشد مسافر. سافر؟ وين سافر؟ وين راح؟ وانا ايش دراني وين سافر؟ أمينة بقيتك شوي. خلاص أمينة، أنا ببيع سيارتي جديدة وتجيب لها على الأقل 5000 دينار. وأنا سيارتي بعد تجيب لها أكثر؟ لا أمينة، أنت ما تبيعين سيارتك، أنا اللي بتصرف. إيه بس الحين الموضوع اختلف، أنا السبب في المشكلة وأنت مالك ذنب. خلينا نبيع سيارتي. أصلاً حتى لو بعتيها ما بتكفي. بندبرها. شلون بتدبرينها؟ أنا بتصرف. لا أمينة لا، أنا المسؤول عنكم وأنا اللي لازم أتصرف. أنت ما قصرت يا أخوي، وإحنا حملناك فوق طاقتك حتى ما خليناك تشوف روحك. ودلال، أرجوك أمينة، أرجوك، عندنا أشياء وايد أهم من دلال. أنتي تخليتي عن أحمد في أسوأ الظروف، تخليتي عنه في لحظة فرحته. انتوا ليش كلكم واقفين ضدي؟ ليش كلكم ماخذين موقف مني؟ لأن نحبك ونعرف أن أحمد أخوي كان يحبك بإخلاص وانتظرك سنين طويلة، ونتمنى نشوفكم مع بعض. صحيح أنتوا انتظرتوا وإحنا بعد انتظرنا معاكم، كنا نتمنى نفرح فيكم، نتمنى نشوفكم في بيت واحد. هذه مشاعر جميلة، لكن بعد أتمنى أن تفهمون مشاعري. الزواج ما ينبني على الأماني، وأنتي أكثر واحدة تعرفين هالمسألة هذه. أحمد غير خليل، ما في وجه مقارنة بين الاثنين. يا دلال أخوي يحبك، انتظرك سنين طويلة. أنا بعد حبيته وحبيته من كل قلبي، لكن جات علي لحظات حسيت إن مشاعرنا بعيد عن بعض. أنا ما أصلح له يا أمينة، صدقيني ما أصلح له. إيش في أحمد؟ شنو هي عيوبه؟ شغله؟ علشان ترك التدريس وصار سايق تاكسي؟ أرجوك لا تصيرين مثلهم وتتمين تدقين عن نفس الموضوع. اللي بيني وبين أحمد أحمق من المظاهر، شيء ما يفهمه ولا يقدره غير أحمد. يمكن عواطفه معاي، لكنه يعرف بعقله أن أنا صرت إنسانة ثانية. دلال اليوم غير دلال اللي عرفها. أنا صح أحب أحمد وأعزه، لكن ما أقدر أغشه بمسألة الزواج.
سمحي لي يا دلال، أنا ما أقدر أكلم أحمد في هالموضوع. تقدرين تقولين له بنفسك. وين إن شاء الله؟ بعد وين؟ بطلع مع جمال؟ وأنا بتخليني بروحي في البيت؟ بوديش بيت امك على العاده. وإذا ما أبي أروح بيت أمي؟ خلاص تمي في البيت. وإذا ما أبي أتم في البيت؟ انت ايش فيك الليله؟ لا انت الظاهر تتسببين. أنا مو قاعدة أتسبب، أبيك تقعد معي ليلة واحدة في البيت، أبي أحس بطعم الحياة الزوجية. يا سلام، وانت ان شاء الله يعني ما تحسين بطعم الحياه الزوجيه الا اذا حبستيني معك في البيت؟ انا اصلا قاعده البيت هاي تذبحني، احس انها موت مصغر. عيل خذني معك نسهر برا. انت ايش فيك الليله؟ اتصل في جمال خليه بأختي نطلع كلنا مع بعض. اقول لك تسببين. إذا طلعت الليلة أنا مو قاعدة في البيت. تهدديني؟ أنا مو قاعدة أهددك، لكن اطلع وتشوف إذا رجعت ولقيتني. شوفي سارو، لا تحاولين تفرضين علي شيء، ترى هالاسلوب اخذ شيء عندي. أنت تطلع تستانس وأنا أقعد أربي في عيالك، أنت تشوف ذي عدل؟ خلاص الجاب لا طلعت. لا الليلة. يا أنا رايح. وأنا بعد رايحة. أنت ما تستحمل كل وحدة إلا اللي ما عندها كرامة. ما أدري شلون قصيت عليه، بالرغم من إني أنا عارفة عدل. فكري زين، تعرفيني عدل. فيصل، فواز. فواز عمري. فيصل عمري. مشكورة. شوف الشانس يا احمد، اقول لك امس 3-4 شوارع ادورهم ولا عبري، اخر العد ردت البيت. ارزاق يا سالم ارزاق. يلا. ايه شو جايبتيني؟ يا يلا جاي لي ولا جاي تشوفين سواق التكاسي شلون يشتغلون؟ لا جاية أشوفك أنت بالذات. تفضلي. شلون يا احمد شلون بي؟ ها؟ وريتيه الحين؟ شلون تاخذ العبري؟ هذه مو بعبري يا سالم، هذه دلال. هذه دلال؟ والله حلوه. احتلت دنياك. يلا من رخصتك سالم. مع السلامه. أنا دريت باللي سواه راشد ومستعدة لأي شيء يطلبونه. مشكورة يا دلال. أتمنى إنك ما تستحي مني وتعتبر الحال واحد. إحنا أهل ويمكن بكرة إحنا نحتاج لكم. أنا عندي مبلغ في البنك ومو محتاجة له الحين، يعني ممكن تاخذه كله. المهم لازم تفهم إن علاقتنا أقوى من رابطة الزواج نفسه، وبتبقى قوية رغم كل الظروف. أصيلة يا بنت الخال، أصيلة. لكن خالك مو فاهم هالشيء، ما يفهم في العلاقات اللي رابطة الزواج، ويعتقد إنه خذيه على قد نيته. خالي يوسف قلبه وايد طيب. بس أنت اللي تقدر تفهمه إن زواجنا صار مستحيل، وإن الزمن غير فينا أشياء وايد غصبا عنه. مسكين هالزمن، مديم نحمله عجزنا وضعفنا وعيوبنا، مديم نحمله خيرنا وشرنا، نحمله حتى ضعفنا أمام نفسنا. أرجوك يا أحمد إنك تسوي لي هالخدمة هذه. جزاك الله بالخير.
خالد ايش قلت؟ أحمد، أنا حلفت إني ما زوج دلال على واحد غيرك. لا يا خالي، أنا تزوجت من زمان وعندي 3 عيال للحين مسؤول عنهم، وما أقدر أتزوج مرة ثانية. أنت هنيت تقضي عمرك كله مسؤول حتى عن إخوانك وهم كبار. خلهم يعيشون حياتهم وأنت تعيش حياتك. حاولت يا خالي، حاولت، بقيت أقنع نفسي إنهم إخواني، ما قدرت. خالي أرجوك، إذا لي خاطر عندك فمن فضلك زوج دلال الشخص اللي اختارته. بس يا أحمد، أنا هالرجال ما أعرفه ولا هو بداش قلبي. أنا أعرفك أنت اللي عشت مع دلال طول هالسنين الطويلة. أنا ما أقدر أشوف واحد غيرك. تطمن يا خالي، ما دام دلال هي اللي اختارته فأكيد ريال طيب. زوجها يا خالي، زوجها. أنت مجنون وبتندم على اللي تسويه، وبطري عليك. زوجت حبيبتك وتبيع السيارة اللي تسترزق منها، والحين وين يا أحمد؟ الكرامة قبل الخبز، تذكر؟ أذكر. ذكرتني بها أمينة، حسبالها نسيت. ما تدري أن وقتنا الحين هو وقت الخبز ثم الخبز. تنازلات كثيرة تفرغ الإنسان من القيم اللي يحملها، تخليه مثل الفزاعة عاجزة حتى عن طرد الطيور اللي تاكل من راسها. بعد ما قلت لي وين بتاخذك مايتك هالمرة؟ أذكر مرة عرضت علي وظيفة مصحح في الجريدة. صح؟ ممكن أقبلها إذا كانت للحين خالية. للحين خالية؟ وهذه خطوة على الطريق الصحيح، وأنا متأكد أن هالوظيفة بتجرك للصحافة. أشوفك واثق من نفسك وايد. أنا واثق منك أنت، لأن أغلب الصحفيين اللي عندنا ما عندهم حسك النقدي ولا أفكارك ولا ثقافتك، والأهم من ذي كله حبك للناس. أنت بتصير صحفي مشهور وبتشوف. هذه كلها مو بمهم، المهم يرجع لي اللقب اللي خسرته. 10,000 دينار، ما نبي يطلع الصبح إلا ورقة البيت هني. إي بس أمينة الوقت متأخر وايد. هذه وقت رجعته، في النهار ما بتلقاه. أنا أقول خلينا نصبر للصبح أحسن. الليلة أنا ما بتجيني النودة إلا لين شفت ورقة البيت في يدك. إن شاء الله. هذه وقت زيارة؟ جايب لك فلوسك. فلوسي؟ الدرجة مستايلين يعني؟ احنا ما نقدر نرقد في بيت مو بلنا. عطني أوراق البيت لو سمحت. لا كم الفلوس أول؟ 10,000 دينار؟ لا 10,000. المبلغ 12,000 دينار. 12,000 دينار؟ بس أنت بنفسك قايل لهم 10,000؟ أول 10,000 أول، لكن ترجع لي 12,000 دينار. كذي مكتوب في الأوراق. بس أنا بقول لك، قول حق أختك أمينة تاخذ عياله وترجع البيت. ترى أنا قاعد بروحي، وصاروا بعد هذه أنا بطلقها من اللي سوته في إيدي. عرفت؟ يلا.
شو مسهرش لي هالوقت؟ بغيت أشكرك. أبوي خلاص جسم فلوس عن حلفه، وباكر الدكتور فؤاد مع أهله جاييننا، ضروري عاد تكون موجود. بغيت يتعرف عليك، يتعرف على الإنسان اللي علمنا ولليوم يعلمنا معاني عظيمة كلنا نعرفها زين، لكن للأسف ما نقدر نعمل بها. أنا تحت أمرك. تصبحين على خير. تصبح على خير. يا حبيبي. أمينة، ما رقدتي؟ ما يعني نوم. جبت ورقة البيت معاك؟ لا. وليش ما جبتها؟ شنو السبب اللي خلاك ما تجيبها؟ احنا نسينا أرباح خليل. شلون؟ أرباح خليل؟ 2000 دينار. لي النذل. أمينة، خليل يبي يردك البيت. مرته هدته وهو ندمان على اللي سواه. شلون؟ أرد له؟ كذي وبكل بساطة؟ وكرامتي ليش؟ أنا نعال يلبسها وقت ما يبغي ويفسخها وقت ما يبغي؟ لا يا أحمد، أنا لازم أدفع ثمن إهانتي لي. ما على أمينة، أنت روحي الحين نامي وارتاحي. أنام؟ شلون أنام وأنا للحين ما عرفت ايش بنسوي؟ خلينا ننتظر لي باكر، إن شاء الله بنلقى حل. أمينة، تصبح على خير. وانت من هلا. الو نعم. أنا فهد. هلا فهد، خير؟ لا تنزعج، أنا في الجريدة وسمعت الحين إن أخوك راشد ميود في المطار. شلون؟ راشد ميود شو مسوي؟ محصلين عنده مخدرات. ما علي أنا الحين بروح له. لا تروح له، خليه ياخذ جزاء حتى يتأدب. ما أقدر يا فهد، ما أقدر. هذا أخوي الصغير راشد، أخوي. ما فيك فايدة. ايش فيك يا احمد؟ وين رايح؟ ايه ما بس شوي هني وراجع. ايش في يا احمد؟ اكيد رايح حق واحد من اخوانه، ما عنده اللحمه. الله على هالريان، الظن في واحد مثله الحين؟ ما اظن يا ابراهيم، هذا واحد يعيش زمان غير زمان.
مشاويره ولا بتنهار. إن كان طيبي عار ببقى على طيبي، وإن كان حبي عيب ما تركنا عيبي. إن كان طيبي عار ببقى على طيبي، وإن كان حبي عيب ما تركنا عيبي. خلكم مع اللي يدور، خلكم مع اللي يدور، وخلوني وضليبي. كل شي يتغير، الليل يمسى نهار، والمطرة تتحول بين الجبال انهار، والبذرة في التربة، والبذرة في التربة تصعد على الأشجار. وسط حيرة ما لها بتجيرة، بيعش وسط حيرة ما لها بتجيرة، وليلة بلا نهار. لجن العشق في الأرض والطيبة والطيبين، أوقف ولوحدي مثل النخل في الطين. لجن العشق في الأرض والطيبة والطيبين، أوقف ولوحدي مثل النخل